بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة، أيها الأشقاء، اسمحوا لي في أول هذه الكلمة التي أتشرف بإلقائها باسمكم في خاتمة هذا اللقاء المغاربي التاريخي أن أتوجه إلى صاحب الجلالة أخينا الملك الحسن الثاني وإلى الشعب المغربي الشقيق قاطبة وإلى إخواننا بمراكش خاصة بخالص الشكر والامتنان لما غمرون به من كرم وحسن وفادة ولما وفروه من ظروف ملائمة لإنجاح أعمالنا، وما ذلك من لدن جلالته وشعبه العريق بغريب، وهو الشعب الذي خاض بالأمس ثورة التحرير بقيادة المغفور له محمد الخامس، فكانت بحق ثورة الملك والشعب، وهو يواصل اليوم مسيرة التنمية وتحقيق المناعة بقيادة خير خلف جلالة الملك أخينا الحسن الثاني. أيها الأشقاء الأعزاء، إن لقاءنا كان تاريخيا لما أسفر عنه من نتائج مرضية ومشجعة، ذلك أن ما توفقنا إليه اليوم هنا في مراكش عاصمة الموحدين يمثل مرحلة حاسمة للتقارب والتعاون بين شعوبنا ومنطلقا جديا لوضع بلداننا ولأول مرة على طريق البناء المغاربي السليم، هذا البناء الذي كان دائما حلما يراود شعوبنا منذ مؤتمر طنجة إلى أن حصل المنعرج الحاسم بمناسبة لقائنا بالجزائر الشقيقة في شهر جوان الماضي. وفعلا فقد توصلنا بفضل العزيمة المشتركة والإرادة الصادقة إلى الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي الكبير، وهو إعلان يمثل في حد ذاته اختيارا سياسيا جوهريا توضحت معالمه ضمن المعاهدة التي تضبط الإطار القانوني والهيكلي للعمل المغاربي الموحد، ويمكن لهذا العمل أن ينطلق سريعا خاصة بعد قرارنا بالمصادقة على ما عرضته علينا اللجان الوزارية المختصة من مقترحات عملية تكون في مجموعها خطة تنفيذية للتعاون والتكامل بيننا في مختلف الميادين على طريق بناء الوحدة المغاربية التي جعلنا إدراكها هدفا على درب تحقيق الوحدة العربية الشاملة وخدمة قضاياها وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني المجاهد. وأنه لمن حسن الطالع أن نخطو اليوم هذه الخطوة في نفس الوقت الذي يتوفق فيه إخوة لنا في المشرق العربي إلى إقامة إطار للتعاون بينهم مماثلا لمجلس التعاون